يا راكبا في رحلة الحياة لا تظن أنها قصيرة مذهلة، فكم من راكب أراد وجهة لين من ذلك الليل الموحش في وحدتك، ما بين صعوبة الظروف وقسوتها عليك، كيف ستحيا؟ هل ستعيش كل يوم جديد على أمل؟ هل ستنظر لنصف الكأس الممتلئ وتمضي قدما؟ أن تعيش حياتك محاولا ألا تنظر للوراء إلا للذكريات السعيدة فقط؟ أم أنك ستندب سوء حظك وتموت من الضربة الأولى وترضخ أمام كل ما تفرضه لك الحياة؟ احمل معك أثر ارتطامك وتنهض. تذكر أن الأمل سلاح، فاحرص ألا يسلب منك. ومهما حدث من تجارب فاشلة لا تهرب منها، ولا تهرب من الخسارة أبدا. هل تعلم ما معنى أن تهرب من الفشل؟ معناها أن هناك صفات خوف وكسل وضعف. وأخيرا تذكر يا صديقي، الخوف من المستقبل هو الذي سيفقدك لذة هذا اليوم الذي تعيشه، وهو قاتل للحياة المستقبلية العظيمة.
2,000 years later. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الأول الثانوي، حبايب. مش عايز يجي يوم النتيجة واندم إني كنت بضيع ساعات وأيام وأسابيع وشهور وأنا بتدلع ومش بذاكر، لأن إحساس الندم أكتر إحساس بكرهه في الدنيا. إن كان قدامي فرصة وما استغلتهاش واندم عليها بعد كده. دلوقتي جه دورك إنك تختار القرار المناسب ليك.